إسبارتا الصغيرة. كيف تغزو الإمارات مضيق باب المندب؟ عام 2015 جرت أكبر عملية إنزال بحري في دولة شرق أوسطية منذ عام 1991. لحظة كانت فارقة في التاريخ، فقد تحولت الإمارات حينها من كونها عالما مسالما للأعمال التجارية إلى مشروع احتلال عسكري يبسط نفوذه خارج الحدود. يعد باب المندب الممر الأكثر ازدحاما لطرق الشحن في العالم، يعبر منه 4 ملايين برميل نفط يوميا، ومن يسيطر عليه يحكم القبضة على 12% من حركة التجارة العالمية. في هذه المنطقة سنجد موانئ رئيسة ستسيطر عليها الإمارات واحدا تلو الآخر، ونبدأ مع اليمن. أشهى الموانئ عدن، موقعه استراتيجي وطقسه مستقر وعمق مياهه يسمح باستقبال السفن الكبيرة، لذلك يعد المنافس الأول لموانئ جبل علي وراشد الإماراتيين. عام 2008 استأجرته الإمارات لمدة 100 عام، أصبح الميناء مهملا تماما وكأنهم استأجروه ليعطلوه، فبعد أن كان يستقبل 500 ألف حاوية أصبح يستقبل 212 ألف حاوية فقط، وبدأت السفن بتحويل وجهتها من عدن على إثر رفع تعريفته بنسبة 80%. في عام 2013 أقدمت الحكومة اليمنية الجديدة التي أتت بعد الثورة على إلغاء عقد الميناء مع الإمارات إثر ضغوط شعبية، ومع انقلاب الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الذي تتهم أبو ظبي بدعمه. عام 2015 سنحت الفرصة أمام الإمارات لاسترداد ما خسرته بالقوة، فقد استغلت مشاركتها في التحالف العربي باليمن تحت قيادة السعودية للسيطرة على موانئ المكلا والشحر وبلحار والمخا، وتمكنت من جزيرة سقطرى مبدية سعيها لإنشاء جيش من أبناء الجزيرة أنفسهم. امتلكت الإمارات بتدخلها العسكري ما هو أبعد من مجرد ميناء، لقد أصبحت تدير عسكريا مشهد موانئ اليمن بالكامل عدا الحديدة. إريتريا أول قاعدة عسكرية إماراتية خارج حدودها كانت في هذا البلد، وتحديدا في محيط ميناء عصب الذي تحول إلى قاعدة جوية حديثة وميناء عميق المياه ومنشأة للتدريب العسكري. الصومال، صومالي لاند. تمكنت الإمارات من ميناء بربرة بجمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا ضمن صفقة بلغت قيمتها 442 مليون دولار. بونتلاند، وقعت السلطات في هذا الإقليم شبه المستقل اتفاقية امتياز مع الإمارات مدتها 30 عاما لتطوير وإدارة ميناء بوصاص الاستراتيجي بتكلفة بلغت حوالي 336 مليون دولار. جيبوتي، عام 2014 ألغى رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة عقد امتياز الإمارات بالاستثمار في محطة حاويات دورالي، متهما إياها بتقديم الرشاوى للفوز بالصفقة. التحركات الإماراتية في باب المندب ينظر لها بأنها تأتي في سياق ترتيب إقليمي جديد تنتهجه البحرية الأمريكية في المضيق لمكافحة القرصنة ومواجهة احتمالات التمدد الإيراني فيه. تبقى أمام الإمارات 3 مواقع فقط: محطة دورالي في جيبوتي وجزيرة ميون اليمنية، علاوة عن الحديدة الذي يعد أكبر ميناء يمني. سياسات الإمارات تثير ريبة جيرانها، فهي تنشئ ميليشياتها الخاصة وسجونها السرية على أرض اليمن دون خضوعها لحكومة اليمن أو لقيادة التحالف العربي بقيادة السعودية. كما تدعم الإمارات الحركات الانفصالية لتحقيق مصالحها كما في صومالي لاند وبونتلاند، والحال كذلك في جنوب اليمن حيث تدعم الحركة الانفصالية بزعامة عيدروس الزبيدي. تنشغل الإمارات بمضيق باب المندب في حين تسيطر إيران على مضيق هرمز المجاور لها والذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط، إضافة لكامل تجارة الإمارات البحرية. تغزو جزر الآخرين بينما تترك جزرها تحت السيطرة الإيرانية منذ عام 1971، وبينما تعزز خطورها العسكري في المحيط الهندي سنجد الوطن الإماراتي بأكمله واقعا ضمن المدى المجدي لصواريخ إيران البالستية. فهل تتحاشى الإمارات مواجهة إيران أم أن تحت الطاولة ما هو أكبر من مجرد صداقة؟